السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ الفيديو ده كان المفروض ينزل اول الاسبوع، بس بسبب قطع النور والشغل وكده اتأخر. بس خلاص يعني مفيش مفر، فاضطريت ان انا انزله. انا حاليا بصوره اصلا والنور قاطع، فربنا يسهل كده والموضوع ده ما يأثرش على الكورس عموما. الجزء ده يعني كفيل ان هو تستغنى بيه عن الانترو اللي فات، لان هو يعتبر اهم جزء على فكرة. فلو فهمته انت هيبقى مسهل لك انك تذاكر كورس الداتابيس كله، او هتستوعبه بسرعة اكبر بكتير يعني. فيا ريت نركز فيه. وان شاء الله يعني ايه، اول ما نفهمه هيسهل علينا الشغل في الداتابيس سيستم عموما، لان هو بيوضح العيوب اللي ادت بينا ان احنا نحتاج للداتابيس سيستم. تمام. تعالوا نتوكل على الله كده ونتكلم. اول حاجه، يعني ايه فايل سيستم؟ الفايل سيستم ده هو الحاجه اللي احنا بنحصل عليها اول ما بننزل اي نظام تشغيل. يعني لو انا نزلت ويندوز، لينكس، ماك، بينزل معاه الفايل سيستم. الفايل سيستم ده اللي هو بنفتحه من خلال مثلا ويندوز اكسبلورر، اللي هو بيبقى تحت عندنا ده. تمام. يعني اللي هو بيبقى عليه الدرايفات السي والدي والاف وكده، ومن جوه الدرايفات دي فيه ملفات وهكذا. الفايل سيستم ده لما بيحب يسيف بيانات، بيسيفها على هيئة اما ملفات وورد، اما ملفات تكست زي النوت باد، او ملفات اكسل زي اللي قدامنا دي. وهي اقرب حاجة يعتبر يعني لقواعد البيانات، بس ستيل برضو او لازالت فيها مشاكل كتيرة. تعالوا بقى نتكلم عن المشاكل دي. المشاكل دي عاملة زي ايه؟ زي الداتا redundancy اللي هي او الدوبليكيشن. وهي ان انا يبقى متكرر عندي عمود رو بالكامل في البيانات بتاعتي. تمام. فالرو ده يعني ده تكراره غير مبرر، لان مفيش كونسترين يمنعه. طب دي مشاكله ايه؟ يعني ايه يعني لما اتكرر رو عندي؟ مشكلته اول حاجه في المساحه هتزيد بشكل كبير جدا. هتقولي يعني هو الرو ده كده اثر قوي؟ لا، ما هو احنا مش بنتكلم بقى في انك انت بتكرر رو او اتنين. لا، انت بتكرر ملايين من الروز لما تبقى الشركه كبيره. فطبعا مش هينفع خالص ان احنا نسيب الدوبليكيشن ده كده. ومع الوقت هيؤدي انه يبقى مخزن لي جيجات من البيانات، واكل مساحة كبيرة على الفاضي. تمام. طيب، وايه تاني من مشاكل الدوبليكيشن؟ الدوبليكيشن هو السبب في كل المشاكل المتبقية اللي احنا هنتكلم فيها بعديه على طول. تمام. اول مشكلة من المشاكل اللي بيؤدي ليها الانكونسيستنسي، وهي ان انا يبقى عندي نفس المعلومة متخزنة في اكتر من مكان لكن بشكل مختلف. زي ان مثلا مارك ده شغال في الهيومن ريسورسز، تمام، بس في قسم من الاقسام مش مسجله عنده اتش ار. هتقولي دي المشكله ايه؟ المشكله في ان هو مثلا لو انا جيت اعد الناس اللي شغاله في قسم الهيومن ريسورسز، مش هعد مارك معاهم لو هي متخزنه في مكان تاني. تمام. فمثلا لو انا عندي عندي اتنين موظفين، جيكوب ومارك، بس احنا مخزنين جيكوب هيومن ريسورسز ومخزنين مارك في اتش ار. فهيجي هو يقرا ان اتش ار دي قسم لوحدها، وهيقرا الهيومن ريسورسز دي قسم لوحدها. فكده الارقام اللي هتطلع لي هتبقى مش صح. دي اول مشكله. دي تاني اول مشكله، او بالنسبه للداتا redundancy بتأدي ليها. تمام. ايه تاني مشكله؟ تاني مشكله ان وجود المعلومه في مكانين مختلفين، زي مثلا ان ال HR يشتغل بملف، والمحاسبه مثلا يشتغلوا بملف تاني او جدول مختلف. حاجة هتحصل عندي اللي هي اسمها الايزوليشن، وهي ان الابديت في مكان ما بيأثرش على مكان تاني. زي ان جيكوب ده مثلا، الرو ده انا زودته من شوية. تمام. لو جينا تحت هنا مش هنلاقي جيكوب موجود خالص. تمام. فدي تاني مشكلة، ان الابديت في بعض الاماكن ما بيرفلكتش الاماكن التانية. فكده ممكن ال HR يبقى مستني الراجل ده يطلع له مرتب، وفي نفس الوقت المحاسبين ما صرفولوش مرتب اصلا. تمام. بعد كده عندنا الداتا انتجريتي. تمام. الداتا انتجريتي دي هي ان النزاهة بتاعت البيانات تتأثر نتيجة عدم وجود قيود على انك تدخل معلومة مثلا في الكولوم ده. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا لو جيت دلوقتي العمود ده متوقع ان انا سايب فيه احط فيه مثلا معلومات الموظفين كاسماء بس، يعني المفروض يشيل حاجات فيها كلام، ما يشيلش حاجة فيها ارقام، حاجة تكست، مش است... آه، مش نمبرز. فممكن انا بكل بساطة اروح جاي مبدل ده برقم، ولا هياخد باله من اي حاجة، وعادي هيسيبني اغير المعلومة دي. كذلك في كل العواميد التانية. دي حاجة اسمها constraints او قيود بتتحط على الجداول
بتمنع ان انا سايب مثلا حاجة زي رقم هنا، وكمان يبقى للتكست المتسايف طول معين. يعني ما فيش واحد هيبقى اسمه مثلا حرف واحد. تمام. فكل دي حاجات بتتحط على الجدول عشان تحميه من ان هو يحصل فيه تلاعب او manipulation. دي ما بتبقاش موجودة في الفايل سيستم. السكيورتي ايشوز، وهي بقى ان انا هيبقى عندي مشاكل في الامان بتاعه البيانات دي، لان اي يوزر بيقدر يدخل يا يعدل يا على الاقل بيشوف البيانات اللي عندي، لان الفايلز معموله عشان تتفتح. انما الداتابيز سيستمز بيكون موجود فيها نظام سكيورتي، وهو ان كل يوزر بيبقى له مجموعه جداول معينه يشوفها او يعدل فيها. هنا في الفايل سيستمز الموضوع ده مش موجود، اي حد على الاقل هيقدر يفيو الداتا بتاعتي ويعمل لها كوبي زي كده. تمام. اخر مشكلة عندي وهي ان انا مثلا لو حبيت اعمل مقارنة ما بين كل البيانات اللي عندي، زي ان انا اعمل عملية سورت او ارتب البيانات دي من الاكبر للاصغر بناء على السالري. تمام. مش هقدر اعمل كده بسهولة، نتيجة ان مثلا حاجة زي الاكسل ما بتشيلش غير مثلا مليون رو او مليون وشوية في الفايل الواحد. فكده بالشكل ده مش هيكون الاكسل شايف كل البيانات اللي عندي. فهضطر اسيف في ايه، في ملفات تانية، وبالشكل ده مش هقدر اعمل سورت، او عملية السورت مش هتبقى صحيحة. تمام. فالاكسس بتاع البيانات او انها كلها تبقى موجودة في مكان واحد واكسسها بسهولة بيبقى very hard او صعب جدا. ده كده بالنسبة لاشهر المشاكل الموجودة في الفايل سيستمز. تمام. يعني ما تشغلوش بالكم الداتابيس سيستمز حلت المشاكل دي ازاي، لما هنيجي للجزء بتاعها ان شاء الله هتفهموا هي حلتها ازاي. وان شاء الله اول جزء فيها هيبقى الاي ار دي المره الجايه. اي حد مش فاهم اي حاجه في الفيديو ده او وقفت معاه حاجه يقدر يتواصل معانا على جروب التليجرام اللي احنا هنحطه في الكومنتس في الديسكريبشن تحت. او الناس اللي هناك اوريدي تتواصل معايا وتسالني، واللي برضو حابب ممكن يسالني في الكومنتس تحت الفيديو ده. تمام. اتاكدوا ان انتوا تشتركوا بحيث الفيديوهات الجديده في الليسته بتاعه الداتابيز او في الداتا اناليسيز عموما تبقوا متابعينها معايا. وادخلوا على جروب التليجرام. السلام عليكم ورحمة الله.